السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة الإنجليزية للجميع. في متابعتنا لامتحانات محافظات الجمهورية المختلفة مادة اللغة الإنجليزية هنحل مع بعض محافظة الجيزة. يلا نشوف شكل الامتحان. نبدأ بأول حاجة معانا وهو الديالوج. سامي wants to buy a jacket from a shop. سامي عايز يشتري جاكيت من أحد المحال. بدأ الشوب اسيستنت: هلو سير كان هيلب يو، أي خدمة حضرتك؟ سامي رد عليه: يس بليز اي ام لوكينج فور ا جاكيت، وراح سأله سؤال. الاسيستنت رد عليه: يس اي هاف جوت ديفرنت ستايلز، وراح سأله سؤال. سامي رد: I'd like the black one، عايز اللي لونه اسود. شوب اسيستنت قال له: what do you think of this one، ايه رأيك في دوت؟ سامي رد برد وقال له: how much is it، بكام؟ اسيستنت رد عليه. سامي قال له: that's great I'll take it، كده تمام هاخده. شوب اسيستنت قال له: here you are، وسامي هيرد عليه. حوار سهل جدا وبسيط ومباشر. تعال نسمع مع بعض الإجابات المحتملة. تعال نشوف مع بعض الإجابات المحتملة للديالوج. قلنا الديالوج ملوش إجابة نموذجية، أي إجابة صحيحة طالما تمشي مع الديالوج وسليمة من ناحية التركيب. فأول سؤال ممكن يسأله سامي، يقول له have you got different styles، have you got different styles، أنا أخدها طبعا من الإجابة على طول. ممكن يقول له do you have different styles، can I find different styles here، are there different styles here، أي أسلوب قلنا صحيح. بعد كده السؤال الثاني هيقول له عن اللون المفضل بتاعه، هيقول له كده what's your favorite color، what color would you like، what color do you prefer، أي حاجة. السؤال الثالث من سامي طبعا رد على مين؟ على السؤال بتاع الشوب اسيستنت، بيقول له ايه رأيك في دوت؟ فيقول له that's great، حلو قوي، I like it very much، عجبني، تمام، that's okay، أي حاجة. عشان كده بعد سأله عن السعر، طبعا السعر مفتوح، اكتب أي كمية أو أي ثمن يكون مناسب. طبعا ما تقولوش 100,000 جنيه مثلا، 200 باونز عشان يبقى معقول. قال له that's great I'll take it، وشوب اسيستنت قال له اتفضل، فسامي يقول له هير از ذا ماني، اتفضل الفلوس، وثانك يو. طب لو انا يا مستر كتبت ثانك يو بس، صح برضو معظم الحوارات بتنتهي بكلمة ثانك يو. السؤال الثاني أكمل بكلمة من الست كلمات. قلنا في 2 جرامر، عندنا كلمة هاز وكلمة هاف، هنختار منهم حسب الفاعل. وعندنا كونسرت حفلة موسيقية، وتيربل يعني سيء أو فظيع، وكومبيتيشن مسابقة، وانترستد مهتم ب أو محب له. طبعا هنختار قلنا هاف أو هاز، دول من الجرامر هنختار منهم واحدة، والأربع كلمات هنختار منهم 3 كلمات بس. We need to have a hobby، محتاجين للهواية. I am in music، يبقى interested in music يعني بحب الموسيقى. I played it since I was 7، عايز اقول بلعب الموسيقى وبعزف موسيقى من ساعة ما كان عندي 7 سنين، يبقى هنا I هتاخد الفعل have. I played at لعبت فين أو عزفت فين؟ طبعا المكان اللي ممكن نعزف فيه اللي هو الكونسرت، الحفلة الموسيقية، in Cairo Opera House. It was amazing. Nowadays I like playing football. دلوقتي اتغيرت وبحب كرة القدم. I have been to football matches many times، ورحت أكتر من مباراة لكرة القدم. My team won the last، وفي آخر مباراة فاز فيها الفريق بتاعي بالكومبيتيشن بالمسابقة. قطعة بتتكلم عندنا عن مجدي عبد السيد، ومجدي عبد السيد دوت is a campaigner، أحد الناشطين for people who are disabled، تقول لي بيدافع عن الناس وبيطالب بحقوق الناس المعاقين. He has been disabled all his life، طول حياته وهو معاق. He has done lots of amazing things، وبالرغم من ذلك عمل إنجازات وحاجات رائعة. But he has had lots of challenges، لكن واجهته طبعا صعوبات وتحديات عشان يوصل للمكان ده. When he was a child، بدأت الصعوبات ديت وهو صغير. He could not move without help، ما كانش بيقدر يتحرك بدون مساعدة. Until he was 5 years old، لحد ما وصل لسن الخامسة.
Some schools couldn't have مجدي as a student. في مدارس ما قبلتش مجدي كطالب because they did not have the right equipment. ما عندهمش معدات أو تجهيزات تناسب مجدي. For disabled people. ومن على شاكلته من المعاقين. مجدي really wanted to go to school. مجدي كان عايز يروح المدرسة and his parents wanted him to have a good education. وبابا ومامته كانوا عايزينه يتعلم تعليم كويس. They found a school for him and he was an excellent student. كان طالب كويس بعد ما لقيوا له المدرسة المناسبة. He faced many challenges. واجه صعوبات تانية but he never stopped trying when things were difficult. لكن عمره ما كان بييأس. He won an award from Cambridge University. وفاز بجائزة من جامعة كامبريدج. He has always believed in helping people. دايما بيحب مساعدة الآخرين. At university وفي الجامعة he worked as a volunteer. كان شغال كمتطوع for charities للجمعيات الخيرية. Now he works with a charity. دلوقتي شغال مع إحدى الجمعيات الخيرية that helps disabled people find jobs. اللي بتوفر فرص عمل أو بتساعد الشباب في الحصول على فرص عمل. تعال نشوف مع بعض أسئلة القطعة. أول سؤال السؤال الاختياري the main idea. الفكرة الرئيسية في الباسج هنا يبقى الفكرة الرئيسية the disabled and their challenges. التحديات اللي بتواجه الجماعة المعاقين. رقم 2 مجدي was an excellent at school. كان شغال يعني student طالب في المدرسة. رقم 3 مجدي wanted to help other people. كان عايز يساعد الناس الآخرين. as a result he worked as a عشان كده تطوع وعمل كمتطوع في أحد الجمعيات الخيرية. باقي أسئلة القطعة. السؤال الأول why couldn't some schools have مجدي as a student. ليه بعض المدارس ما قبلتش مجدي كطالب؟ قلنا السبب because they didn't have the right equipment for disabled people. ما كانش عندهم التجهيزات الخاصة بالمعاقين. رقم 2 summarize the challenges مجدي faced. ايه التحديات او لخص التحديات اللي واجهها مجدي. مجدي طبعا faced many challenges. بدأت التحديات دي وهو طفل as a child he couldn't walk without help until he was 5. وبعد كده أثناء المدرسة some schools didn't accept him. السؤال الثالث بيقول what do you think of مجدي. ايه رأيك في مجدي. ممكن طبعا نكتب اي تعبير يعبر عن اعجابنا بيه. اقول I admire him very much. انا معجب بيه. he is a great person. هو شخص عظيم. he is very kind and helpful. اي حاجة انت تختارها. روح لسؤال الاختياري على الكلمات. اول سؤال معانا تعريف. a space is pieces of wood put together so that they can float on water. يبقى مجموعة الأخشاب المربطة مع بعضها دي اللي بتطفو على سطح المية سميناها raft. رقم 2 is the opposite of the word possible. عكس possible قلنا impossible. رقم 3 they have a TV at home to watch films from the internet. مين اللي بيتصل بالإنترنت بسميه smart TV يعني تلفزيون ذكي. رقم 4 means cars, lorries and motorbikes that uses a road. سمينا كل دوت ترافيك كل اللي ماشي على الأرض. رقم 5 I was so by the birthday party which was planned for me. كان مبسوط. تمام يبقى excited. رقم 6 we add the suffix. بنضيف اللاحقة a to the word dark to make a noun. dark دي صفة معناها مظلم. عايزين نخليها اسم يبقى بنضيف لها NA darkness اللي هو الظلام. نشوف مع بعض أسئلة الجرامر. أول سؤال kettles are expensive than computers. عايزين نستخدم كلمة expensive ديت للمقارنة بين طرفين. لو بدأنا بالطرف الأقل هنقول less expensive than. لو بالطرف الأعلى هنقول more expensive than. طبعا الكاتلز عمرها ما تكون أغلى من الكمبيوترز يبقى هنقول عليها less expensive than. يبقى نكتب كلمة less وبعدها كلمة expensive. رقم 2 he already write a book of stories. عايز يقول انه كتب فعلا يبقى استخدمنا كلمة already دي. عرفنا ان هي بتيجي مع المضارع التام يبقى هجيب الاول has
علشان هي مفرد غايب، وبعد كده انزل اوريدي واجيب التصريف الثالث من رايت اللي هو written. رقم 3 we to start a project next month it's our plan. هنا الخطة بتاعتنا ممكن نقول we are starting أو we are going to start، الاتنين صح. لو قلنا we are starting صح، قلنا we are going to start الاتنين صح. لو قال على أساس إن بلان دي ممكن يكون المقصود بيها بلان اللي هي خاصة ب going to والمصدر، أو يكون الارينجمنت الترتيب. فهنا هنقول على أساس إن في to والمصدر يبقى نقول are going to، وننزل طبعا to وستارت. رقم 4 ده book was really، عايز أقول أوصف الكتاب من الفعل بور، يبقى هنقول boring، هنشيل منه الايه الأخيرة ديت ونضيف ing لوصف الأشياء. so I didn't finish it. آخر جملة معانا last year I Alexandria، عايز أقول ما سافرتش يبقى أقول didn't visit. didn't هتبقى لنفي الماضي وبيجي بعدها المصدر زي ما هو. آخر سؤال معنا هو سؤال الرايتنج، مطلوب شورت ستوري عن a visit to an interesting place، وما أروع وما أكثر الأماكن الرائعة اللي موجودة في الجيزة. طبعا سكان الجيزة محظوظين يعني بهذه الأماكن. أتمنى للجميع التوفيق، وبإذن الله أشوفكم على خير في فيديو قادم ومحافظة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.